ليس كلمة الله. وبخصوص الأسفار الخمسة الأولى التي يفترض أنها كتب موسى، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، بخصوصها يقول المدققون من أبرز علماء المسيحية قدرا إن موسى لم يكتب هذه الأسفار، وإنه ليس مؤلفها. المؤلفون مؤلف التكوين أول أسفار موسى مكتوبة بين قوسين، والخروج ثاني أسفار موسى بين قوسين، واللاويين ثالث أسفار موسى بين قوسين، والعدد رابع أسفار موسى بين قوسين، والتثنية خامس أسفار موسى بين قوسين. وإني أتساءل لماذا توضع بين قوسين؟ وما معناها؟ لماذا هذه الأقواس؟ إنهم يقولون لكم بطريقة دبلوماسية جدا وبأسلوب نفساني إن هذه ليست آراءنا، فنحن لا نؤمن بذلك، ولكن هذا ما يؤمن به البسطاء والوعاظ ومصنفو الإنجيل والمبشرون. هذا ما يؤمنون به، أن هذه الأسفار هي كتب موسى، ولكن موسى لم يكتبها، ونحن لا نؤمن أن هذه هي كلمات موسى، ولذلك فإننا نضع العناوين بين أقواس. إنها ليست كتب موسى. ففي هذه الأسفار الخمسة نقرأ أكثر من 700 مرة هذه العبارات: وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، فلا الرب قال هذا ولا موسى كتبه. بالإنجليزية بلغتكم أنتم، إنه مكتوب بصيغة الغائب، ولم يكتبه الرب أو موسى. وإذا كان موسى هو الذي كتبه لقال: لقد قال لي الرب وقلت أنا للرب، أو لكتب على هذا النحو: يقول الرب قلت لموسى وقال موسى لي. هذا كله مكتوب بصيغة الغائب، وأن شخصا آخر هو الذي يكتب عن هذه الأشياء، فهي إذن ليست كلمة الله وليست حتى كلمات موسى. وفيما يتعلق بالنعي، فلقد وجدت لدى علماء اليهودية أن الأنبياء اليهود لم يكتبوا نعيهم، يكتبون قبل موتهم فقط على شواهد قبورهم أوصوا بكتابة نعيهم. اليهود لم يفعلوا هذا. في سفر التثنية أخي يسلم أن الكلمات يمكن أن تكون كلمات يشوع، في حين أن المفروض أن الأسفار هي كتب موسى، فكيف دخل يشوع في الموضوع؟ يقول السفر: وهناك مات موسى في بلاد الموابيين. مات في الماضي، فعل ماضي، ولا يعرف أحد أين دفن حتى يومنا هذا. وموسى وكان عمره 120 عاما حين مات. بالطبع فإن الله قادر على كل شيء، قادر على فعل أي شيء. في تفنيده للتناقضات الموجودة في الإنجيل بأن الشيطان حرض داود أو أن الرب حرض داود، فإنه يقول إن الأمر كله ننسبه إلى الرب. فرغم أن الشيطان هو الذي حرضه، فهل نقول إن الرب هو الذي حرضه؟ على هذا الأساس هل يمكن أن نقبل ونسلم بأن الله هو الذي أحرق هؤلاء الملايين الستة من اليهود رغم أن هتلر هو الذي أحرقهم؟ هل تقبل بذلك لأن الله أراد ذلك؟ هل هذا هو الذي تروج له؟ أن الله مسؤول عن مذبحة إحراق 6 ملايين يهودي، أو حتى 600,000 أو حتى 6,000؟ إذا كان هتلر هو الذي فعلها، هل تجرؤ على القول بأن الله فعلها؟ وهل تستطيع أن تحط من قدر هتلر والحزب النازي لأنك تقول الرب هو الذي فعلها؟ نحن لا نفكر هكذا. إذا المجرم اقترف أشياء فإننا نقول إنه فعله هو وإنه المسؤول، ولا نقول إن الله فعلها. صحيح أن الله مصدر كل قوة، لكنه منحك الإرادة الحرة لتفكر وتستبين الخبيث من الطيب. فإذا اقترفت إثما فأنت المسؤول، ولا تستطيع أن تلقي بالمسؤولية على الله. ولهذا فإما أن الشيطان والذي حرض داود أو الرب. والشيطان والرب ليس مصطلحين مترادفين في أي من الديانات. الشيطان والله تعالى ضدان ونقيضان. الإباحية في الفن والأدب قوي جدا. الأخ سواغارد متشدد جدا في ديانته، أنا معه في هذا. الإباحية أي نوع منها، سواء في المطبوعات أو الصور أو الأفلام، إنها شيء بشع. وفي كتابه يقدم لنا الأخ سواغارد بحوثه ودراساته. أولا هو يقول حينما تقرأ أو تشاهد هذه الأشياء فإنها تعمل عمل مخدر، مثل الماريجوانا أو الأفيون أو الهيروين أو الكحول، فإنها تفعل فعل المخدر. فأنت ترى هذه الأشياء فينشط تفاعل كيماوي، وأنا أوافق أخي سواغارد في هذا، ينشط تفاعل كيماوي.
وهكذا. فأنت تقرأ عن الإباحية في الفن والأدب، عن الإباحية، فيتعود ذهنك على ذلك وتتصاعد الأمور وتنحل القيم. هذه هي مصطلحاته. أما أنا هذه هي أول مرة أتعلم فيها هذه المصطلحات، وتجد نفسك بعد ذلك مدفوعا للانغماس فيها والخضوع لها. هذه هي الطريقة التي يسيطر بها هذا المرض وهذا الداء على الإنسان. إنه متشدد جدا في دانته، وهو أقرب ما يكون في تشدد من حكومتي في جنوب أفريقيا، لأني إذا اصطحبت معي بعض المجلات التي أشتريها في مطار كندي أو هيثرو أو أي مكان وأدخلتها إلى بلدي فإنهم يحبسون لمدة عامين. هم أتقياء وصالحون. في بلدي جنوب أفريقيا أنتم تعرفون الجانب الآخر من الصورة هناك، ولكن فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالورع والتقوى فإنهم مسيحيون متشددون جدا. ولكن بلدي هذا حضر أجزاء من الإنجيل. كان كتيب صغير يجري تداوله يضم 9 فقرات من الإنجيل المقدس، وحدث أن شخصا ما أرسله إلى هيئة الرقابة قائلا: اقرأوا هذا، ما هذا الكلام؟ فكان أن أصدروا قرارا يقضي بحظر تداول الكتيب وهم لا يدركون أنه جزء من الإنجيل المقدس، وأن هذه الفقرات هي أجزاء من الإنجيل المقدس من سفر حزقيال الإصحاح 23. وإني أتحدى أي من الكهنة أن يقرأ على جماعتي في الكنيسة، أتحدى أي مبشر أن يقرأ على أمي أو أختي أو ابنتي أو حتى على خطيبتي إذا كانت امرأة فاضلة. حزقيال الإصحاح 23 موضوع دعارة الأختين أهولا وأهولبة. إن اللغة فاسقة إلى حد بعيد، لذلك حضرت حكومتي تداوله، وكان من ضمن هيئة الرقابة 2 من القساوسة يمثلون الكنيسة حين حضروه، لكنهم لم يعرفوا أنهم حضر أجزاء من الإنجيل المقدس. هكذا حكومتي ورع إلى الحد الذي حضرت فيه رواية عاشق ليلي تشاترلي. حضرتها بسبب كلمة واحدة كريهة، كلمة من 4 حروف، من أجلها حضروها لمدة 20 سنة، لكنهم الآن قد نضجوا وكبروا فعادوا وسمحوا بتداولها ورفعوا الحظر ضدها وسحبوا قرارهم الذي أصدروه ضد الكتاب. ولكن فيما يتعلق بالأجزاء 9 من الإنجيل المقدس أنت تقول عنه كتاب الله وما فيه تخجل أن تقرأه لمشاهديك. أنا أتحدى أخي، أتحدى أن يقرأ هذا الكتيب، إنه معي الآن وهو ليس في حاجة حتى لفتح الكتاب، إنه هنا وجميع هذه الكلمات بالأحمر. أرجو أن تقرأه بطريقتك المعروفة ولغتك الساحرة وبحركاتك المعروفة. إني أتوق إلى نار الأخ سواجر، وأنا أحس بالخجل أن أرجو أخي سواجر إذا قبلت قراءته أمام الجمهور فأنا أعطيك $100. وماذا تعني $100 بالنسبة للأخ سواجر؟ بالمناسبة فأنا أقرأ في كتابي عن الكاثوليكية أنه يحتاج يوميا إلى $291,000 ليشم نفسه فقط. لقد حسبتها فوجدت أنه يحتاج سنويا إلى 106 ملايين. وفي مجلة الإيفانجيليست على ديسمبر 85 يطمح في الاستحواذ على $1,000,000 يوميا، فهو يحتاج كما يقول إلى $1,000,000 يوميا، وأنا أدعو له بالتوفيق. ولكن إذا قلت إني سأعطيك 1000 أخي سواجر، إذا أعطيتك 1000 فإن هذا المبلغ لا يكفي لإغرائك، أعرف ذلك، ولكن بطريقتك المألوفة المفعمة بالحيوية أنا أرجو وأدعو أن تؤتيك الشجاعة والإقدام التي لا تتوفر حسب تجربتي لدى كل القساوسة. اقرأها لجمهورك، حزقيال الإصحاح 23. وإذا لم تستطع فإني أقول إن هذه ليست كلمة الله، وإن الإنجيل ليس كلمة الله. في حديثه هنا أشار إلى فقرات من كتابي هل الإنجيل كلمة الله؟ ويوجد الآن في مدينتكم 10,000 نسخة، وأعتقد أنها في متناول الجميع، ولست أدري إذا كانت ستوزع هنا. ولقد طلبت أن يعطوا نسخة لكل فرد ليذهب إلى منزله ويتفحصها ويقرأها بنفسه ثم يقرر ما يرى. في هذا الكتاب بخصوص التناقض يخبرنا القرآن أفلا يتدبرون القرآن، بمعنى لماذا لا يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى لو أن القرآن كان صادرا عن أي شخص آخر غير الله لوجدوا فيه تعارضا وتناقضا كثيرا. لن أتناول القرآن بالحديث فهو ليس موضوعنا
هذه الليلة، ولكني أردت أن أشير إلى ما يقوله القرآن. إذا كان هذا من عند غير الله فإنك تجد فيه تناقضا واختلافا، أما إذا كان من عند الله فإنه يخلو من التناقض والاختلاف. وأضرب لذلك مثلا الاستشهاد الذي قدمه أخي سواجر، إنه ينشر في أحد كتبه أن سليمان كان عنده 4000 من مرابة الخيل، وفي مكان آخر أن سليمان كان عنده 40,000 من مرابة الخيل، ثم يبرر هذا التعارض بقول بأن الفرق بين 44 هو 0 فقط. أنت تقول هذا، وأنا أقول إن اليهود أبناء عمومتي لم يكونوا يعرفون الصفر حينما سطروا الكتاب. إن إخوتي العرب هم الذين أخذوا الصفر عن آبائي في الهند وقدموه إلى كل العالم. أعني الصفر. اليهود لم يعرفوا الصفر، لقد كتبوا ذلك بالكلمات. 4 كتبوها بالحروف، و40 كتبوها بالحروف بالعبرية بالطبع. وأنا أسألك، من المسؤول عن هذا الخطأ، الله أم الكتبة الذين لم ينجوا من الخطأ؟ باعترافكم أنتم أنهم لم ينجوا من الخطأ. السيدة إيلين جي وايت، وهي تنتمي لفرقة مسيحية